بيبدأ الفيلم بنرجس وهي بتترجى واحد علشان ما يقربش منها، لكن هو ما بيرحمهاش. وهنا بتقوم من النوم مفزوعة، والحلم اللي شافته هو حادثة الاغتصاب اللي حصلت ليها من سنة. بعد كده بتاخد الدواء بتاعها، ولما بتطلع من أوضتها فبتلاقي جوزها سمير محضر لها حفلة بمناسبة عيد جوازهم، لكنها ما بتهتمش بالموضوع وبتعرفه ان ما كانش فيه داعي للي هو عامله ده. وبعدها بيروحوا للدكتوره النفسيه بتاعتها، وهناك لما جوزها بيفهم الدكتوره ان مراته اتحسنت على العلاج بتتعصب عليه، وبتقول للدكتوره ان كل الناس عارفه انها اتخطفت في بلد اجنبيه وتم اغتصابها اكتر من مره. وبتفهم الدكتوره انها تعبت من تعاطف كل اللي حواليها، وبتعرفها ان سمير مظلوم معاها وانه لازم يتجوز واحده تانية غيرها. وهنا بتطلب الدكتوره من سمير انه يسيبهم لوحدهم، وبعدها بتعرفها انها مقاتله وهتقدر تتخطى ازمتها. وبعد كده بيروح سمير يزور ديبك اخو صاحبه وبيعزيه في موت صاحبه ومراته، وساعتها ديباك بيعرفه ان بنت اخونا نديني لسه صغيره وهو عنده شغل ومش هيقدر يراعيها، علشان كده هيوديها دار الايتام. وهنا بيعرض سمير عليه انه ياخدها تعيش معاه هو ومراته لمده اسبوع، وبيفهمه ان لو نرجس حبتها هيتبنوها، وبيوافق. وبعدها بياخد سمير البنت الصغيره وبيروح بيها لبيته، فبيعرفها بيها وبيفهمها ان ديباك طلب منه يخليها عندهم لمده اسبوع لحد ما يلاقي لها اسره تتبناها. ولما بيطلب منها تنيمها جنبها بترفض، وبتعرفه انها ممكن تنام في اوضه ابوه وامه اللي ماتوا. فبياخدها سمير للاوضه اللي بتكون مهجوره وكلها تراب. وفي نفس اليوم بالليل بيفاجئ سمير مراته انه اشترى لها عربيه، وبدل ما تفرح بيها بتطلب منه يرجع ننديني مكان ما جابها، وبتسيبه وبتدخل المطبخ. وقتها بتكون ننديني قاعده وباين عليها الحزن، فبيديها سمير لعبه وبيلعب معاها بيها. وقتها نرجس بتشوفه وهو بيلعب مع ننديني. وتاني يوم بتروح نرجس للدكتوره النفسيه بتاعتها، وبتعرف الدكتوره ان جوزها مبسوط بالبنت الصغيره وده بيجرحها، لانها كانت بتتمنى انه يكون مبسوط ببنتهم اللي هي مخلفاها مش ببنت غريبه عنهم. وهي بتتكلم بتوقع طبق فبيتكسر، وساعتها الدكتوره بتجمعه وبتفهمها ان الطبق ده ممكن يتجمع تاني ويعملوا بيه تحفه جميله. وبتعرفها ان روحها زي الطبق ده اتجرحت لكن ممكن تستجمعها تاني وتعيش بسعاده. وبتفهمها ان ننديني زيها بالظبط، حاسه بألم كبير لان اهلها ماتوا وسابوها في الدنيا لوحدها. وبتقول لها ان هما الاتنين محتاجين لبعض علشان يقدروا يرجعوا للحياه تاني. وتاني يوم الصبح بتشوف ننديني الولاد بيلعبوا قدام البيت، ولما نرجس بتشوفها بتتفرج عليهم وبتسمح لها تخرج تلعب معاهم. وبعد لحظات بتسمع صوت ننديني وهي بتصوت، ولما بتطلع بتلاقي كلب الجيران بيعض ننديني اللي بتنادى عليها باسم ماما، وبتطلب منها تبعد الكلب عنها. وهنا نرجس بتشدها من الكلب وبتقول له سيب بنتي، وبتقدر تبعد الكلب ده عنها لكن الكلب بيعضها هي كمان وبتتخلص منه بصعوبة جدا. وبعدها بتشيل ننديني وبتروح بيها للدكتور، وبتبقى خايفة جدا عليها وبتفضل جنبها لحد ما الدكتور بيعالج جرحها. وفي نفس اليوم بالليل لما سمير بيرجع بتحكي له نرجس عن اللي حصل، فبيروح لأوضة ننديني علشان يطمن عليها، لكنها بتعرفه انها نايمة في أوضتها، فبيدخل يشوفها وبعدها بيطمن ان نرجس كويسة. وتاني يوم الصبح سمير بيعرف نرجس ان ديباك لها أسرة عاوزة تتبنى ننديني، وهنا بيبان التوتر على نرجس، وبعدها بتطلب منه انهم يتبنوها، وبعدها بيتمموا اجراءات التبني. ومن اليوم ده بتتغير حياة نرجس وسمير، وبتملي ننديني عليهم البيت وبيقدروا يحسوا بالسعادة مرة تانية. وبعدها نرجس بتغير تصميم الأوضة اللي بتنام ننديني فيها. وتاني يوم بتروح ننديني المدرسة، وفي ميعاد المروح بتخرج مع بنت أكبر منها اسمها سيما، وبيروحوا يشتروا آيس كريم من بياع عجوز قدام المدرسة. وقتها بتقف قدامهم عربية وبينزل منها باكو وهو ماسك في ايده مسدس ومعاه 2 صحابه. وبعدها باكو بيهدد سيما وبيطلب منها تركب معاه العربية، ولما بترفض بيشيلوها هي وننديني وبيدخلوهم العربية، وبعدها بيهربوا. وبعد كده بيجي اتصال لسمير من مشرفة المدرسة بتعرفه فيه ان بنته الصغيرة اتخطفت. ولما بيروح للمدرسة بياع الايس كريم بيقول له اللي شافه، فبياخده وبيروح لمركز الشرطة. وفي نفس الوقت بتفضل ننديني تعيط في العربية، فبتطلب منهم سيما انهم يسيبوها تمشي لكن بيرفضوا. وبعد كده واحد من العساكر بيتصل بمقدم برامج كبير اسمه رافي، وبيعرفوا ان في عملية اختطاف حصلت لبنتين قصر، واحدة 15 سنة والتانية 5 سنين. وبعد كده بيكون سمير مع اخو سيما في اسم الشرطة، وساعتها بيطلب سمير من الضابط انه يخرج مع فرقة بحث يدوروا على بنته، فبيتنرفز الضابط عليه وبيقول له انت مش هتعلمني شغلي، وبيطرده من الاسم. فبيخرج يقعد بره، وقتها نرجس بتتصل بيه وبتسأله عن سبب تأخير بنتها، فبيعرفها انها خرجت مع عمها ديباك وهترجع بالليل. وبعدها بيشوف بياع الايس كريم قاعد قدامه، فبيطلب منه يجي معاه ويشاور له على الشارع اللي العربية مشيت فيه، فبيوافق وبيروح معاه.
وساعتها بيشوف سمير كاميرات المراقبة في محل من المحلات اللي في أقرب ميدان من الطريق اللي بياع الآيس كريم شاور له عليه. فبيدخل المحل وبيعرف صاحب المحل اللي حصل لبنته، وبيطلب منه إنهم يراجعوا الكاميرات. وساعتها بياع الآيس كريم بيشوف العربية وبيشاور له عليها، فبيصور سمير العربية بموبايله. ولما الضابط بيشوف صورة العربية في كاميرات المراقبة بيعرف إنها واحدة من عربيات السيدة فاكور، كبيرة عيلة صقور اللي عندها ثروة كبيرة جدا ونفوذ. وبعدها بيروح الضابط لصقور وبيبلغها باللي حصل، فبتتصل صقور بشردول سواق حفيدها، ولما بتسأله عن مكانه بيعرفها إنه في المزرعة مع 2 صحابه، وبيفهمها إنهم خطفوا بنتين واغتصبوهم، حتى البنت الصغيرة اللي عندها 5 سنين ما رحموهاش. وهنا صقور بتطلب منه ما يتحركوش من مكانهم لحد ما راشد يوصل لهم، وبعدها بتتصل براشد اللي بيشتغل جزار وبتطلب منه يروح لها القصر. وفي نفس الوقت بيكون سمير بيدور بعربيته في المنطقة على العربية اللي شافها في الكاميرات، ولما بيعرف باكو ان شردول اتصل بجدته بينزل فيه ضرب. وبعدها بيوصل راشد القصر، وساعتها صقور بتطلب منه يخلص على البنتين وبعدها يتخلص من جثثهم، وبتفهمه ان الولدين اللي مع حفيدها لازم يفضلوا تحت عينيهم، وبتطلب منهم يخليهم هما ال3 عنده لحد ما الدنيا تهدى. بعدها رافي بيتكلم في البرنامج بتاعه وبيعرف الناس ان الشرطه رافضه تسجل بلاغ الاب اللي بنته اتخطفت، وده معناه ان اللي ارتكبوا الجريمه دول اهلهم واصلين، علشان كده الشرطه واقفه في صفهم. وفي نفس اليوم بالليل بيتصل راشد بشردول وبيفهمه ان صقور طلبت منه يتخلص من البنات، فبيعرفوا شردول بالمكان اللي هم فيه. وفي نفس الوقت بيشوف سمير دخان عن بعد، ولما بيروح ناحيته بيلاقي العربيه اللي بيدور عليها بتتحرق، فبيحاول يطفيها وبيقول للناس ان بنته جوه العربيه، لكن الناس بيعرفوه ان العربيه مفيش فيها حد. وهنا بيبتدي سمير يدور على بنته، وفي نفس الوقت بيكون باكو واللي معاه بيراقبوهم من بعيد. وبعد كده سمير بيلاقي سيما وهي ما بين الحياة والموت، وبعدها بيكمل تدوير على بنته لحد ما بيلاقيها وجسمها بيكون كله دم، فبيشيلها وبيركبها عربية الشرطة، وبعدها بينقلوا نانديني للمستشفى. ولما بيدخل سمير يغسل ايديه من الدم في الحمام بيدخل له اخو سيما وبيقول له انه عارف مين اللي عمل كده في البنات، وبيفهمه انه باكو صقور اللي دايما كان بيطارد اخته، وبيفهمه انهم قدموا شكوى للشرطه قبل كده بسبب انه كان بيضايق اخته، لكن صقور استخدمت نفوذها وما يقدروش يعملوا ليه اي حاجه. ولما بيسالوا مين صقور بيوري له صورتها ومقال عنها في السوشيال ميديا، وبعدها بيوري له صوره باكو، وبعد كده بيسمع صوت مراته وهي بتصرخ، ولما بيروح لها الدكتوره بتبلغه ان بنته ماتت. وهنا بتقع نرجس على الارض وبتفضل تصرخ وبتضرب في سمير، وبعدها بتتم مراسم الجنازه وبتدفن نانديني. وبعد كده نرجس بتعرف سمير انها مش هتقدر تعيش معاه تاني لحد ما يجيب لها حق بنتها. وبعد شهر بيروح سمير للقسم، وهناك الضابط بيعرفوا انهم ما قدروش يوصلوا لحاجه، وبيعرفوا ان بياع الايس كريم الشاهد الوحيد في القضيه اختفى، فبيسيبه وبيخرج من القسم. وبعدها بيمشي ورا الضابط، ولما بيوصل بيته بيزقه برجله جوه العربيه، وبعدها بينزل فيه ضرب، وهو بيساله عن اللي كانوا مع باكو صقور، فبيقول له انه ما يعرفش مين اللي كان معاه، وبيفهمه ان رجاله السيده صقور قتلوا بياع الايس كريم. وبعدها بيفهمه انها ما كانتش بنته، وانه ممكن يتبنى طفل تاني غيرها، لكن لازم يكون ولد علشان اللي حصل له ما يتكررش تاني. وهنا ما بيتملكش سمير نفسه وهو بيضربه بعنف، وما بيخلصوش من ايديه غير العساكر اللي بيتكتروا عليه وبيكتفوه. وهنا الضابط بيضربه بعصايه على دماغه فبيفقد الوعي. وبعد كده بيتحكم على سمير بالسجن لمده 60 يوم بتهمه ضرب ضابط شرطه. ولما بيوصل تحت الحراسه للسجن المركزي بيتحبس في زنزانه واحده مع طلحه، وتاني يوم بيشاور طلحه لسمير علشان يقعد معاه على ترابيزه الاكل. وبعدها بيعرف من واحد من رجالته في السجن ان عصابه جاي سوال بتطلب منه يبعد عن سمير لانه هيخلصوا عليه بكره، وبيعرفه انه متوصى عليه من راشد الجزار واللي بيكون عدو شخصي لطلحه. وفي نفس اليوم بالليل طلحه بيعرف سمير ان راشد الجزار هيخلي جاي سوال وعصابته المسجونين معاهم يقتلوه بكره، وبيفهمه انه مش هيقدر يتدخل لان في اتفاق بين عصابته وعصابه جاي سوال انهم ما يتعرضوش لبعض. وبيعرفه انه بقى مشهور في السجن لانه ضرب ضابط شرطه، وعشان كده كل الضباط بيكرهوه. وبعدها بيديله مقص كان مخبيه تحت البلاط، وبيطلب منه يدافع عن نفسه بيه، وبيفهمه انه لو قدر يغلبهم حياته كلها تتغير. وتاني يوم الصبح جاي سوال واتنين من رجالته بيدخلوا الحمام، ولما بيسمع سمير صوتهم وهما بيقربوا عليه بيمسك المقص اللي اداهوله طلحه، وبعدها بينزل فيهم ضرب وبيطعنهم بالمقص وبيضربهم بعنف. وساعتها بيتدخل زعيمهم جاي سوال وبيحاول يخنق سمير بفوطه، لكن سمير بيمسك سكينه واحد من رجاله العصابه المرميه على الارض وبيضربها بيه وبيغرزها في رجله، وبعدها بيخرج من الحمام. ووقتها طلحه وباقي المساجين بيتفاجئوا انه لسه عايش. وبعد كده بيطلع سمير لساحه السجن، وهنا الدنيا بتبتدي تمطر. وفي نفس الوقت بيدي زعيم العصابه لرجالته امر بانهم يقفلوا الباب على الضباط، فبينفذوا الاوامر. وبيحاول سمير بعدها انه يستنجد بالضباط، ولكن مفيش حد منهم بيرد عليه. وهنا بيتدخل طلحه
وبيقتل 2 من افراد العصابة، وبعدها بيصرخ في رجالته وبيعرفهم ان المعاهدة اللي بين العصابتين انتهت. وهنا بتتحول ساحة السجن لساحة حرب، والعصابتين بيقتلوا في بعض، وبيدور قتال شرس جدا ما بين كل النزلاء اللي في السجن. وبيقدر سمير انه يقتل كل رجالة العصابة اللي بيهاجموه. وبعدها جايسوال بينزل ضرب في سمير وبيمسك راسه وبيغرزها في الطين، لدرجة ان سمير ما بيقدرش ياخد نفسه، لكن 2 من رجالة طلحة بيبعدوه عنه. وبعدها بيتسبب سمير في إصابة خطيرة لجايسوال في رجله. وهنا كل النزلاء اللي في السجن بيطلبوا منه يقتله، فبيذبحوا قدامهم. وفي اللحظة دي بيتدخل العساكر وبيضربوا سمير. وبنعرف بعدها ان الضابط افيناش ساكور هو اللي استلم التحقيق في القضية. وبعد ما كانت سيما في غيبوبة لمدة 2 شهر بتستعيد وعيها في المستشفى، فبتروح لها رئيسة القضاء هي والضابط افيناش، ووقتها بتشهد سيما بكل اللي حصل ليها هي والبنت الصغيرة. وفي نفس الوقت بيكون سمير بيسمع شهادة سيما وهو في السجن، وبيعرف اسامي ال3 اللي اغتصبوا بنته وقتلوها. وبعدها بيزور بدر ابن اخوه طلحة في السجن، وبيعرفوا ان ساكور بتبعت اكل الراشد الجزار كل يوم من بيتها، وده معناه انها مخبيه حفيدها عنده. وهنا بيطلب طلحة منه يساعد سمير لما يخرج من السجن. وبعدها بيخرج سمير من السجن، فبيلاقي اخو سيما مستنيه. وفي نفس اليوم بالليل بيروح لبدر اللي بيحاول يحذره من مواجهة راشد، ولكن سمير بيصمم انه يواجهه. وتاني يوم الصبح بيروح هو وبدر واخو سيما لمنطقة راشد، وبيدخلوا في قتال شرس جدا مع رجالته. وبعدها بيقدر سمير انه يقتل راشد، وبعد كده بيخلي واحد من رجالة راشد يوديه لشردول وابيناف. وفي نفس اليوم بالليل بياخدهم للمكان اللي لقى فيه جثة بنته، وبيسألهم عن مكان باكو، فبيفهموه ان مفيش حد يعرف مكانه غير ساكور. وبعدها بيفضل شردول يترجى سمير علشان ما يقتلوش، وبيعرفه انه هيعترف له على كل حاجة يعرفها عن ساكور. وبعد كده بيفهمه ان باكو فضل يطارد البنات في الحقل ده، وبعدها ضربهم بالمضرب فموت بنته. وبيعترف له بعد كده ان ابيناف هو اللي اغتصب بنته الصغيرة. وهنا سمير بينزل فيه ضرب لحد ما بيقتله. وتاني يوم بيقدم رافي تقرير بيعرف فيه الناس ان الشرطة لقت ابيناف المتهم في قضية الاغتصاب مقتول ومتعلق على شجرة. وتاني يوم بتروح الشرطة تفتش في بيت ساكور اللي بتكون مش مهتمة بوجودهم، وبتكلم ابنها كامو اللي عايش في مصر. ولما بيقولها ان ممكن باكو يسلم نفسه بترفض، وبتعرفه ان مفيش حد من عيلتهم هيدخل السجن، وعشان كده هي هربته لمصر علشان ما يتحبسش تاني. وبعدها الضابط افيناش بيدي لسمير ملف كاملش ابن ساكور، وبيعرفه انه موجود دلوقتي في مصر وابنه باكو موجود معاه، وبيفهمه انهم عايشين تحت حماية بلطجي اسمه حاجي، وبيعرفه ان عنده بنت وعشان كده بيساعده. وبعدها سمير بياخد اخو سيما معاه وبيسافروا لمصر. ولما بيركبوا مع سواق مصري، سمير بيعرفه انه هيديله $100 مقابل انه يوديه المكان يشتري منه سلاح. وفعلا بيوصله لسوق بيع السلاح، وهناك بيتعرفوا على بياع اسمه حسنين وبيشتروا منه سلاح. ولما بيسألهم هتقتلوا كام واحد، بيطلب سمير منه يساعدهم، فبيوافق انه يساعدهم مقابل $1000 في اليوم. وبعد ما بيتفقوا بيطلب سمير منه يعرف له عنوان واحد هيقول له على اسمه، فبيقول له انه يعرف له عنوانه في خلال يوم واحد بس. وبعدها بيأجروا شقة قدام البيت اللي فيه كاملش وابنه. وساعتها سمير بيشوف باكو، فبيقرر انه يهاجمهم الصبح. وتاني يوم بيفضل اخو سيما مع حسنين في العربية قدام البيت، وبيدخل سمير للبيت. وبعدها بيدخل في قتال شرس جدا مع رجالة حاجي، وساعتها بيدخل حسنين يساعده. وفي نفس الوقت بيكون كاملش وابنه والبلطجي شايفين اللي بيحصل على كاميرات المراقبة. وبعد كده بيتصاب سمير في دراعه، وبعدها بيشوف كاملش وابنه وهم بيهربوا، فبيسند حسنين اللي ما بيبقاش قادر يمشي من كتر الضرب اللي اتضربه، وبيخرجوا وراهم. وبعدها بيركبوا العربية مع اخو سيما وبيطاردوهم في منطقة الاهرامات، وبيتبادلوا بعدها ضرب النار، فبتتقلب العربية اللي فيها كاملش وابنه. وساعتها سمير بيطلع باكو من العربية وبينزل فيه ضرب. وقتها كاملش بيضرب سمير وبيطلب من ابنه يجري بعيد عنه، فبينفذ باكو كلام ابوه، لكن سمير بيجري وراه وبيضربه، وبعدها بيغرز المطوة في قلبه وبيقتله. وقتها كاملش بيرفع مسدسه على سمير، لكن اخو سيما بيضربه بالنار وبيخلص عليه. وبعد كده خدامة ساكور بتقتلها. ولما بيرجع سمير بعدها للهند، نرجس بترجع له وبتعرفه انها حامل، وبيتفاجئ سمير بعدها بعدد كبير من الناس واقفين تحت بيته. وساعتها بدر بيفهمه ان كلهم عندهم شكاوي بخصوص اختفاء بناتهم، وبيعرفوا ان في واحد منهم مسؤول في حزب سياسي وعاوز يضمه للحزب بتاعه. وساعتها سمير بيشوف بنته واقفة ما بين الناس، وبعد كده بتختفي. وبكده يكون خلص فيلمنا النهارده. سلام.